كانت ليلى فتاة تعاني من التنمر اليومي. كل محاولاتها لتغيير مظهرها باءت بالفشل، حتى المكياج الذي وضعته زاد من سخرية زملائها وجعلها تشعر باليأس والإحباط. في لحظة غضب عارمة بينما كانت الدموع تملأ عينيها، رأت نفسها في المرآة. لم يكن انعكاسها عادياً، فقد لمعت عيناها بلون غامض، وبدأت الأشياء من حولها تتحرك بشكل غريب. في البداية ظنت أنه مجرد خيال، لكن عندما ركزت نظرها على الأوراق المتناثرة على مكتبها بدأت تهتز وتتطاير في الهواء. ثم نظرت إلى الكرسي فارتفع في الهواء وسقط أرضاً بضجة مدوية. أدركت ليلى أن غضبها ليس مجرد شعور، بل هو مفتاح لقوة خارقة كامنة في عينيها. تظهر شخصية شاب غامض، سامي، يراقب ليلى من بعيد. يبدو أنه يعرف سر قوتها، لكنه لا يكشف عن نواياه. أمسك سامي بيدها المرتعشة بينما كانت دموعها تنهمر على وجهها. أعطاها قميصه النظيف بعد أن لاحظ أن قميصها اتسخ. قال لها بصوت حنون: لا تدعي كلامهم يكسرك، أنت قوية وجميلة كما أنت، وهم من يحتاجون إلى التغيير لا أنت. عندما نظرت ليلى في عينيه شعرت وكأن العالم يتوقف. كلماته كانت كالنور الذي أضاء ظلامها. فهمت أن قوتها ليست مصدراً للخوف، بل هي هبة يجب أن تتعلم كيف تستخدمها لتدافع عن نفسها. سامي ليس عدواً، بل هو صديق حقيقي يرى فيها ما لا تراه هي في نفسها. سيعلمها كيف تسيطر على قوتها، وستجد في صحبتها معه الأمان والثقة بالنفس. معاً سيواجهان عالماً مليئاً بالتنمر، ويثبتان أن القوة الحقيقية تكمن في القلب الطيب.